الكاتب الصحفي صحيفة الرياضية. سجلت شيء من الأسئلة ولا ما سجلت ولا شيء؟ لا يعني أنا الأسئلة يعني. طيب خلينا نبدأ من طبعا تساؤل أنه هل رئيس القادسية ينطبق عليه يعني المثل الذي كلام الليل يمحو النهار؟ والله شوف، لا أنا أحترم الأخ عبد الله هزاع، يعني الموضوع يعني ما أدري، يعني أنا زي ما قلت لك ما أدري وش الدافع اللي خلى الأستاذ عبد الله يغير كلامه يعني في من ليلة وضحاها. هل هم يعني اختلاف آخر من أعضاء مجلس الإدارة على موضوع بيع اللاعب أو إعارته؟ يعني احنا كنا متفقين وكان الأمور يعني جدا منتهية، ما كان في يعني أي شيء، إلا زي ما قلت لك اليوم الثاني تغيرت الأمور. فما ادري، هل السؤال هذا اظن يسال الاستاذ عبد الله، يعني هل يعني وش الخلاف اللي حد انه هو يغير رايه بين ليله وضحاها يعني. طيب تحدث الزميل عبد المحسن عن الاوضاع الهلاليه. الاوضاع الهلاليه في هذا الموسم اوضاع تستطيع ان تصفها يعني افضل وصف غير جيده مثل ما ذكر. وتحدث عن الشق اللي يتحدث عن مثلا إحضار الأجانب 3 أفارقة. دائما الهلال عندما يحتاجهم يكونوا مشغولين في المشاركات مع منتخبات بلادهم. شوف جميل دائما أنه الهلال من الأندية اللي إذا جيت تقارن الهلال بالهلال. الهلال قبل والهلال بعد، يعني الهلال يعني قبل الموسم هذا والهلال في الموسم هذا. يمكن السنة هذه يمكن فترة تعاقدات الصيفية تعاقدنا مع لاعبين مميزين، هذا لا يعني احنا نعلم اكيد بالتاكيد اي تعاقد مع لاعبين مميزين احنا نعلم انهم عندهم مشاركات وطنية، وبالتالي يمكن السنوات الماضية حتى التعاقدات اللي كانت رادوي، نيفيز، ويلي هامسون، لي يونغ، يمكن اغلب هذول اللاعبين في انديتهم يلعبون في منتخباتهم الوطنيه، وبالتالي احنا يعني مو بشيء جديد تعاقد مع لاعبين على مستوى عالي يلعبون لمنتخباتهم. موضوع كاس افريقيا، بس اسمح لي اتدخل معك في النقطه هذه. لا خليني بس اكمل لك شيء، نقطه واحده فقط. الجديد في الموضوع نقطه واحده بس اكمل لك. تفضل. لو نظرت لكاس افريقيا، انا امس كنت اشوف مباراه ساحل العاج. سالمون كالو تكلم عن ديروكبا، تكلم عن ايضا لاعب اخر، كلهم يلعبون لتشيلسي الانجليزي، وتشيلسي الانجليزي يواصل الدوري ويلعب وقاعد يقدم مستويات، ولكن يعني ويفتقد اللاعب هذا للمشاركه في كاس افريقيا. بالتالي الموضوع مو موضوع انه والله انت يعني نقيت لاعبين هم يلعبون في كاس افريقيا، لا، موضوع انك انت في اختيارك قاعد تنقي لاعبين مميزين بغض النظر عن في كاس افريقيا او لا. انت يعني هل المتابع وجد انه لما نقصنا الهرماش ونقص العربي في تغير في مستوى الهلال؟ لا، لقى انه في شباب جاهزين يعوضونهم، وهذا ميزه الفرق الكبيره دائما ان عندها البديل الجاهز اللي يقدر يعوض الغيابات هذه. فالحمد لله احنا من بدايتنا ومن بدايه تجهيزنا في المعسكر الصيفي حاولنا تجهيز دائما الشباب اللي شفتوهم الحمد لله الواعدين اللي هم يكونون دائما في مستوى الحدث، وفعلا الحمد لله عندما وصلت لهم المهمه انت شفتوا كل المتابعين شافوا انه كانوا في مستوى الحدث وكانوا على مستوى عالي. اي لكن الفرق اخوي حسن انه وين الرؤيه لما تتعاقد مع لاعب وتعرف انه هو مشارك في منتخب ويكون عندك انت اجنده وعندك اجنده مشاركاته في المنتخب وتقدر تناظر ايش الفائده اللي انت رايح تقدر تحصلها منه، واذا كانت تتوافق مع المباريات المهمه والمصيريه بالنسبه لك ولا لا. يعني لما كان موجود الموسم الماضي رادوي وويلي يعني قل في كثير من الأحيان ما كانت مشاركاتهم تتداخل مع مباريات مهمة بالنسبة للهلال. الشيء الآخر يعني الجماهير يقول لك إيش فائدة أنه تحضر لي والله لاعب مميز ويشارك مع منتخبه ولما أجي أنا أحتاجه ما حصله، إيش استفدت أنا منه؟ هذه قلت لك هنا الرؤية. يعني الأخ عبد المحسن يتحدث عن الرؤية، أنه أنت عندك شيء مكتوب على الورق، عارف اللاعب ذا مشارك مع المنتخب وعارف مبارياته وشايف أنت مبارياتك. بس الكاس افريقيا كم كله؟ شهر؟ كله شهر كاس افريقيا؟
انت قاعد، انا قلت لك انت قاعد تتكلم على شهر، وكمان يعني مو بشهر، يمكن يعني الفريق يطلع من الاول، يطلع من الدور الثاني، يطلع يعني في نهايه الامر كله حتى لو وصل للنهائي يعني قد يكون شهر كامل. انت قاعد تتكلم عن موسم كامل، لاعبين تستخدمهم موسم كامل. فبالتالي يعني اللاعبين يعني وبعد حتى لو رجعنا وشفنا صحيح الكلام اللي قاله، لكن في نهايه الامر انت لو رجعت ونظرت هم لعبوا 3 مباريات ورجعوا. والآن هم يلعبون في مباراة مهمة جدا، بيكونوا موجودين مشاركين في النهائي، وشاركوا قبلها في مباراة دورية. فبالتالي أنا أعتقد أنه بالعكس يعني الاختيار دائما في نادي الهلال يكون بناء على يعني الفائدة اللي تأخذها من اللاعبين هذول لاعبين كبار، لاعبين يعني يقدمون مستوى فنية عالية، وهذا الأساس اللي نختار عليه في نادي الهلال، وما نختار على لعب منتخب. زي ما قلت لك نادي تشيلسي الإنجليزي يعني بمستشارينه بخبراته وذا عنده 3 لاعبين مهمين جدا يلعبون الآن في ساحل العاج، وأيضا بالإضافة نسيت إيسيان في غانا. لكن جدولة مبارياتهم هل هي نفس جدولة مبارياتنا؟ يلعبون الآن الدوري، يلعبون الدوري وشغال الآن. أنا أعرف، لكن جدولة المباريات يمكن ما تتوافق مع مباريات مهمة بالنسبة لهم. لا اي مباراه يعني انت اي مباراه في الدوري لاي فريق في العالم مهمه. لكن تتكلم احنا عن تعرف في عندنا مسابقات ثانيه غير الدوري. وش المسابقات الثانيه اللي تعارضت الحين مع تتكلم على مع غيابهم؟ كاس ولي العهد، تتكلم على جايه كاس ولي العهد. السنه الماضيه كاس ولي العهد لعبنا الادوار قبل النهائي باللاعبين الشباب اللي لعبناهم الحين. ارجع للكاس ولي العهد السنه الماضيه امام الاهلي، لعبنا بنفس الاسماء اللي لعبنا فيها السنه هذه، باضافه لشاف الدوسي. فبالتالي لا احنا الحمد لله يعني انا اعتقد يعني انه في الخبره اللي تقدر يعني توفر البديل الجاهز، يعني وتقدر تخليك على يعني جاهز في مسابقات النفس الطويل والنفس القصير. يعني في النهايه انت ترى انه الاختيار صحيح، انه ولا في اشكاليه طبعا، لان الاختيار انت قلت لك تبنيه على مستوى فني للاعب وليس على مشاركات. طيب المشاركات اذا ما كنت تقدر تستفيد منه برضه تتوقع؟ لا بس انت ما تستفيد منه. انت لما جاي تشوف تنظر لمشاركات اللاعب هذا ما تستفيد منه في فتره. انت عندك البديل الجاهز اللي يعوض غياب، يعني مثل هؤلاء اللاعبين مو كل اللاعبين، لا فقط اثنين من اللاعبين هم اللي بيغيبون، اللي غابوا العربي وهرماش فقط. والان بعد رجوعهم يغيب العربي ايضا لاصابه، عنده اصابه عربي وسيغيب. لكن هناك عندنا البديل الجاهز اللي باذن الله بيكون يعني جاهز في المباريات الجايه. دائما انت في الانديه الكبيره، وهذا السبب اللي يخلي الهلال يعني السنوات الاخيره الحمد لله يعني ياخذ الدوري بسبب امتلاكه للبديل الجاهز دائما. طيب عموما طالما انه ورد اسم الاستاذ عبد الله الهزاع، ممكن الشباب في الكنترول اذا كان حاب يتداخل ويتحدث عن طبعا الموضوع على الرحب والسعه، البرنامج مفتوح دائما للجميع. سأل السؤال الثالث كان يتحدث عن المفاوض، أنه التفاوض أحيانا يعني ما يكون الدرجة الأولى هي المال، قد ما يكون هناك أيضا كاريزما المفاوض. وتحدث عن الأمير بندر بن محمد أنه استطاع في كثير من مفاوضات أنه ينهي الصفقات. ردك على سؤال الأمير بندر بالعكس أنا من الناس اللي نتعلم منه طبعا في الموضوع هذا. المفاوضات دائما شوف أنا حتى في الأعمال التجارية يعني نعرف يعني تبنى على إيش المفاوضات. المفاوضات دائما تبنى على عرض وطلب. اللاعب كان معروض وإحنا يعني مطلوب بالنسبة لنا، إحنا قدمنا عرضنا، والأخوان في نادي القادسية رأوا أنهم لا يبيعون ولا يعيرون للنادي الهلال، وبالتالي قلت ما يبي له يعني احنا حاولنا معهم، قدمنا كذا عرض يعني بكذا يعني المسألة ما هي كاريزما، ما كاريزما موجودة ما هي صراحة صوايا. طيب